الروضة اللي ورايا دي روضة من رياض الجنة. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال وبين قبري وبين روضتي روضة من رياض الجنة، فدي روضة من رياض الجنة. العام صلاة الجمعة من المدينة. يا رب ارزقنا المشتاق. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. طبعا يا جدعان الدخول عند الرسول من هنا. يا جدعان المفروض ان احنا صلينا الجمعة، والمفروض ان دلوقتي العصر بيأذن. معلش وانا معرفتش اصور لكم بعد صلاة الجمعة لاني كنت نمت، فدلوقتي اذان العصر في المسجد النبوي الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دلوقتي هنصلي العصر ولسه هنروح على جبل احد وجبل الرماه، وهنروح عند منطقة الشهداء. يعني لسه برضه هوريكم حاجات حلوة. المفروض ان احنا دلوقتي في المسجد النبوي زي ما انتم شايفين. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين الناس قاعدة هنصلي. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق. بصوا المنظر المسجد عامل ازاي. خلصنا الصلاة ودلوقتي داخلين نزور النبي عليه أفضل الصلاة والسلام تاني. زي ما انتم شايفين طالعين من صلاة العصر ومعانا الحاج اهو. اهو انت مكسوف ولا يا حاج محمد؟ انت دلوقتي على اليوتيوب يا عم. طبعا يا جدعان دلوقتي داخلين للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ربنا يكتبها لنا تاني ونخش وتكمل على خير. يا جدعان الحمد لله ربنا كتبها لنا وتكمل تاني اهو زي ما انتم شايفين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابو بكر الصديق يا خليفة رسول الله. هناك بلغت كشفت. السلام عليك يا رسول الله. امي بتبعت لك السلام يا رسول الله. وابويا بص يا ماما لو بتتفرج على الفيديو بعت سلامك للرسول انت واخواتي كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. الحمد لله الحمد لله ان احنا دخلنا تاني. طبعا يا جدعان الحمد لله ان ربنا كتبها لنا تاني ودخلنا. يا رب يرزق كل مشتاق. طبعا يا جدعان بقى دلوقتي في طريقنا لجبل احد اللي حصل فيه غزوة احد وكده. دلوقتي بقى نتحرك
الحمد لله ربنا كتبها لنا ودخلنا الرسول مرتين، ويعني واحنا هخش تاني بس يعني عشان مش كل ما اخش اصور لكم بقى. دلوقتي احنا هنتحرك باذن الله على جنب يا جدعان. دخلنا الروضه الشريفه اللي كان الرسول بيصلي فيها، والمنبر اللي هناك ده يا جدعان ده اللي كانوا بيصلوا عليه، كانوا بيختموا من عليه. بصوا يعني والله العظيم انا هموت من الفرح، انا مش مصدق نفسي. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق، واي حد نفسه يجي ربنا يكتبها له يا رب. خلاص الروضه اللي ورايا دي روضه من رياض الجنه. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال ده وبين قبري وبين روضتي روضه من رياض الجنه، فدي روضه من رياض الجنه. والله العظيم ما مصدق نفسي. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق. طب يا جدعان قدام المنبر بتاع الرسول اهو يا جدعان زي ما انتم شايفين. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق ويحقق لاي حد حلمه يا رب. صلوا على النبي يا جدعان، صلوا على النبي. طب يا اخواتي وصلنا لاخر حاجه في الرحله بتاعتنا. المفروض ان ده جبل احد، والمفروض يا جدعان ان دول الشهداء اللي ماتوا في غزوه احد، 70 شهيد اللي ماتوا في الحرب بتوع غزوه احد. المفروض يا جدعان جبل الرمال اللي زي ما انتم شايفينه هناك ده، المفروض يا جدعان ان احنا دلوقتي هنطلع الجبل ده لاخره وهفرجكم على الاجواء من فوق. يلا بينا يا جدعان. هنا مقبره الشهداء اهو، وهنا ده جبل الرمال. الجبل ده اسمه جبل الرمال. دلوقتي هنطلع الجبل ده لاخره زي ما انتم شايفين، في ناس فوق اهي. المفروض ان احنا هنطلع الجبل ده لاخره. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله يا ابطال. بصوا يا جدعان، بصوا الله الله على الجو الجميل. بصوا يا جدعان الناس قاعده، في ناس اصلا قاعده بتطير فوق. فاحنا دلوقتي هنطلع الجبل ده لاخره. اهم حاجه اعملوا لايك للفيديو ده، عايزين يا جدعان نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. الفيديو ده يوصل لحوالي 100,000 لايك. كمية الراحة اللي في الفيديو دي تستاهل فعلا اللايك. يلا. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين الاجواء ازاي دلوقتي، وهنا الناس قاعدة بتطير طيارات. جو تحفة بصراحة، الجو جميل. دلوقتي هنطلع الجبل لاخره. بصوا هنا بتدينا نعلى شوية. والله العظيم يا جدعان انا فرحان جدا. من احلى الفيديوهات فعلا اللي عملتها في حياتي، من احلى الفيديوهات اللي عملتها في حياتي كلها. بصوا يا جدعان، بصوا الجبل اهو. طلعنا جبل الرماه، طلعنا جبل الرماه زي ما انتم شايفين. لسه هنطلع اكتر، لازم نطلع للاخر. بصوا يا جدعان كده احنا في اعلى قمه في الجبل. يلا ابو شباب اجمد، ابو شهاب اجي اشيلك. بصوا يا جدعان زي ما انتم شايفين ده جبل احد، بس المفروض ان هو مش باين بالليل قوي. يعني انا كان نفسي اجي الرحله دي جبل احد بالنهار عشان اوريكم منظر الجبل وكده، بس للاسف ما عرفناش نيجي بالليل لان الرحله كانت متنظمه. ايه رايك كده وانت على الجبل فوق؟ ها؟ ايه رايك؟ مبسوط ولا لا؟ نفس تعبت؟ طبعا يا جدعان المفروض زي ما انتم شايفين ان جبل احد اهو حبيبي. طبعا يا جدعان معانا الشيخ اسامه هيحكي لنا بقى قصه كده من القصص الدينيه دي. يلا يا شيخ اسامه اتفضل. انزل على قصه بعيده قوي بس قرب شويه. كان بيسالنا اخويا احمد على سبب اهتزاز جبل احد، فانا قلت له سبب اهتزاز جبل احد كان حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع على جبل احد فقال فاهتز جبل احد، فقال صلى الله عليه وسلم اثبت احد، اثبت احد فان عليك نبي وشهيدين وصديق وشهيدين. كمل يا اخ محمد. سبب مقتل سيدنا حمزه رضي الله عنه اهتز الجبل غضب لموت سيدنا حمزه رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم اثبت فإن عليك نبي
النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق ابو بكر الصديق، وشهيدان عمر بن الخطاب. لا حمزه قتل بقى. عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. بس كده على النعمة. احلى سقفة بقى لصاحبكم. فنان والله، فنان والله. يا جدعان كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة. خلاص يا جدعان فاضل حاجة على 300,000 اخ واخت في القناة. والله العظيم يا جدعان الفيديو ده من احلى الفيديوهات اللي انا عملتها في حياتي. ففي الفيديو ده على قد كده ونشوفكم الفيديو الجاي وفيديو احلى. سلام يا اخواتي.